السلام عليكم. اليوم نحضر معكم ميني كيك بفلون وكراميل اللي كيجي رائع ولذيذ بزاف بزاف، اللي كيحماقوا عليه الصغار والكبار. كيحماقوا عليه وليداتنا وحتى حنا الكبار تنحماقوا عليه لان تيجي لذيذ بزاف بزاف، وكيجي ساهل في التحضير ولا حتى في المقادير. كيجي زوين. هو منه فلون ومنه كيك هكايا. كنحسبوه كيك بارد في هاد الصيف هكايا. كنحضروه لوليداتنا وحتى حنايا علاش لا. ودابا كندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير على بركه الله. انا عندي هنايا هاد ليمول صغار اللي دهنتهم غير بشويه الزيت. هنايا غندوز نحضر كراميل. هنايا عندي نص كاس تاع السكر سنيده اللي غادي ندير فوق البوطه وغادي نقص عليه. وهكايا ما غاديش نحركو، غنبقى غنحركو غير هكايا بالكاسرونه هكايا، ما غاديش ندير حتى الاخر. عاد غادي نستعمل ملعقه خشبيه وصافي باش ما يتحرقش لينا. هكايا ما كنحركوش من الاول وصافي. راه دغيا داب لينا داك السكر ولا كراميل، وكنخويوه هكايا بالسرعه في هاد الليمون هكايا، لان راه دغيا كيتجمد، دغيا كيجمد لينا هاد كراميل في البلاصه كيجمد. داكشي علاش كنخفو يدينا وكنديرو هكايا في القاع تاع المول وكنحطوه نحطوه جانبا. من بعد غنصيبو فلون هكايا. عندي هنايا كاس ونص ديال الحليب ودرت عليه واحد الساشيه ديال فاني، ودرت واحد الساشيه ديال الفلون. انا هكايا ما لقيتش هذا تقضى ليا ديال الكراميل واستعملت غير ديال الفريز، ماشي مشكل. جات حتى هويا زوين بزاف. وهكايا كنديرو فوق النار حتى كيطلع لينا، ضروري يطلع لينا بحال هكايا. وصافي كنطفيو عليه وكنخويو على داك الكراميل. هكايا كنخويو على داك الكراميل وكنخليوه جانبا حتى هويا حتى كنصايبو الكيك ديالنا، حتى كنحضروا الخليط ديال الكيك اللي غادي نديرو فوق منه. ما كندخلوهش لا الثلاجه لا حتى حاجه، كنحطوه غير جانبا حدانا وصافي. راه دغيا كيجمد حتى هويا، غير كيجمد لينا من الفوق، ما كنتسناو حتى يجمد من التحت، لان الا درناه في الثلاجه تاني غيجي بارد. الا دخلناه للفران غيدي لينا الوقت. وصافي هنايا كنحضروا الكيك ديالنا. انا درت نص كاس تاع السكر. هنايا انا بغيت نخدم ببيضه وحده، الا كبيره البيض الا كبير البيض كنخدموا ببيضه وحده. انا عندي هنا البيض صغير بزاف ودرت جوج، ودرت ساشيه ديال فاني ودرت رشه ملح. وصافي كنخلط البيض ديال مع السكر حتى كيذوب داك السكر، وكنزيد ليه نص كاس تاع الزيت وكنطرب مزيان غير بالطراب يدوي. وكنزيد نص كاس تاع الحليب وكنعاود نطرب مزيان. وصافي هنايا كندير كاس تاع الدقيق، كنغربلو هكايا الكاس تاع الدقيق وواحد الساشيه ديال الخميره. وواحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو المر. وصافي كنغربل هكايا الدقيق ديالي مع الكاكاو. وصافي كنخلط الخليط ديالي. انا هاد الخليط درتو على حسب، عندي غير 4 ديال هاد ليمول صغار، ماشي دوك الصغارين تاني بزاف مايان. الا كانوا هذوك الصغار تاني بزاف راه غيديروا لينا، غيخرجوا لينا شي 10. هكايا انا عندي غير هاد 4 هكايا مايان. كما كتشوفوا فلون راه شد فراسو. غير من الفوق من التحت باقي ما قاصحش بزاف. وصافي غادي نخوي عليه داك الخليط. انا غنفرغ داك الخليط فوق من داك فلون هكايا. كندير بالعشق كنعبر باش يجيوني متقادين، ما تجي وحده كبيره وحده صغيره. كل وحده كندير فيها جوج عواشق جوج عواشق. من بعد كنعاود ليهم تاني حتى كنسالي داك الخليط باش يجيوني متساويين، ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. كما قلت لكم انا عندي هاد ليمون مايان ماشي صغار. اللي عنده دوك الصغار راه يمكن راه يقدر يخرج لهم هاد الخليط حتى ل10. هنايا عندي في لاطاس طفت هذوك الليمون وخويت فيه الماء مغلي. الماء يكون مغلي على حسب داك فلون وداك الكراميل اللي لتحت ما يتحرقش لينا في الفران. منه العافيه راه غيتحرق لينا، داكشي علاش نطيبوه في الماء، علاش كنديروه في الماء وكندخلوه للفران. الفران انا شعلته من قبل وغادي نطفي الفوق وغنخلي غير لتحت شاعل. وصافي حتى كيطيب لينا وعاد حتى كينشف لينا الكيك من الفوق. عاد كنشعلو الفوق واحد شويه صافي وكنخرجوا الكيك ديالنا. كيجي على هذا الشكل هذا راه طاب. وصافي حيدته من داك الماء ودخلته للثلاجه
لمده ديال ساعه باش ما يكونش لينا هاد الكراميل كيخمج لينا كاع ديك الحلوى، كيخسر لينا، كيتخوى بحال هكايا وغادي في الطبسيل، عامر الطبسيل هكايا كيشد في راسو وكيجي زوين بزاف وكيعطي المنظر للكيك. ما بقاش داك الكراميل سايح هكايا في الطبسيل. صافي هكا كيجي المنظر ديالو زوين بزاف. داكشي علاش كندخلو للثلاجة واحد الساعة، ومن بعد كنديرو في الماء واحد شويه، في الماء دافي تاني، غير واحد شويه باش ما يلصقش لينا في الليمون، وكنحيدوه هكايا وكنحطوه في الطبسيل. هكايا انا عندي هاد الوسط ديال الكيك ما عامرش، وبغيت ندير فيه هكايا الكرموس. عندي الكرموس هنايا، قلت علاش لا ما نزينو بهذا الكرموس و... ونعطيه واحد، يعني واحد نزينو هكايا من الوسط، ما يبقاش داك الوسط خاوي. وصافي غندير فيه واحد الحبه ديال العنب من الوسط هكايا باش ما زينتوه، ولا غتقطعوا الفواكه وتحطوها لداخل وسط منه هكايا، ولا ديروا فيه الشكلاط غتخليوه غير هكاك. المهم تزيين على حسب. انا عجبني هكايا وعندي الكرموس وبغيت ندير ليه هكايا. وانا عندي داك الكراميل اللي بقى ليا في داك الطاسات اللي لاصق، راه دابا وكنديرو فوق داك الكرموس بلا ما ندير سميتو الناباج. بلا ما ندير الناباج، كنت هزيت الناباج نديرو، قلت بلاتي ندير هذا باش يبقى المذاق بحال متساوي، ما نديرش ما نختلفش في المذاق. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، كيجي رائع وكيجي زوين بزاف، كيحمق صراحه، لا في المذاق ولا حتى في الشكل ديالو، وكيجي ساهل في التحضير وحتى في المقادير. راه كنخدموا بداكشي اللي عندنا في الدار. ما كنجيبوا شي حاجه على برا، ولا غير كنخدموا غير بداكشي اللي عندنا في الدار. عندنا اقتصادي، هذا الكيك هذا اقتصادي وبصحه والراحه.